محاولة للخروج عليه في أواخر الدولة العثمانية، وبيقول كده الناس اللي راحوا أوروبا وخدوا منها بقى ما يسمى بفصل الدين عن الدولة والكلام ده، دي محاولة أصلا للكيد للإسلام والخروج على الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا. يعني هو بيقول اللي يرتقي هذا الرأي ده كافر مرتد، سواء كان من الحكومة أو من الشعوب إذا وافقت الحكومات على هذا الأمر. يقول تاني: بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة الحكومة تلك باعتبارهم أفراد فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريقا من الكفر إلى الكفر من ارتداد الأفراد. يعني هو بيقول الناس بقت بتكفر مش أفراد يسافر بره فيكفر، لا، ده أصبحت الحكومة هي من ترسخ الكفر في الناس لما انتهجت مبدأ فصل الدين عن واقع الحياة اللي هو الديمقراطية والليبرالية وغيرها. كلام قيم جدا. يقول: وهو أقصر طريقا إلى الكفر من ارتداد الأفراد، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليه. فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فردا من أفراد المسلمين، فكيف لا يخرج، أي لا يخرج من الإسلام ويكفر، يعني من لا يقبل هذه السلطة، وهو التدخل بصفة أنه داخل في هيئة هذه الحكومة. طيب في الإمام الألوسي المتأخر، مش الألوسي المتقدم، يقول: لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول هو أوفق، وده بنشوفه كتير، يقول لك أصل الزمن اتغير وأصل الواقع وهكذا. يقول: ويتميز غيظا ويتقصف غضبا إذا قيل له في أمر أمر الشرع فيه بكذا. وده أظن واقع، إذا طلبنا تطبيق الشريعة بتجد أصلا هؤلاء يشمئزوا أصلا ويغضبوا، بل منهم من يصرح أصلا بعداء الشريعة ويقول لك انتوا عايزين ترجعونا للقرون الوسطى والزمن اتغير ولابد من مواكبة الواقع الحديث. فهو يقول: ويتميز غيظا ويتقصف غضبا إذا قيل له أن الشريعة قد أمرت بكذا، كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع. وبيقول: اوعاكم يا جماعة تتكسفوا ان انتوا تكفروهم، كفر على طول. تاني اهو بيقول: فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها